الجزائر تقول لك افتحوا الحدود، هو افتح الحدود وهناك على بعد آلاف الكيلومترات ويقول افتحوا الحدود. ولو قلنا له طيب هات الجيش اللي يفتح لك الحدود ادخل انت، لن ياتي، لان هذا الكلام حدث مع علي عبد الله صالح، عملوا مع الرئيس مبارك، قال له افتح لي الحدود وانا الجيش اليمني وانا احرر فلسطين. اتفضل تعال انا اوضح لك كل شيء واحدد لك وافتح لك وتفضل. لم ينطق. لا بد من فتح الحدود مع الكيان الاسرائيلي، اذا فتحت لنا مجال للحدود مع اسرائيل على تزويدهم بالمقاتلين وبالمال وبالسلاح. الرئيس اليمن الرئيس علي عبد الله صالح اما زي ما قال ادوني حته، لو انا عندي حته ارض جنبهم اقول له تعالى يا اخويا هديك حته ارض وهات الجيش بتاعك وحارب ووريني شطارتكم. لم يرد، لكن الكل بيطالب بان مصر لازم تاخد الفلسطينيين، كله بيطالب بذلك لان دي رغبه ترامب، فالكل يتسارع لتنفيذ رغبه ترامب. فالمصريين المفروض ان هم ينتبهوا، ثم ان هم بيطالبوا الجيش المصري بالحرب، والجيش هم قالوا ده جيش جمبري وجيش مكرونه لو تذكرون. طيب جيش مكرونه وجيش جمبري انت عايز منه ايه؟ شوف انت بقى الجيش اللي ليس جمبريا وليس مكروناتيا وتفضل انت حارب، احنا جيشنا على قدنا مكرونه وجمبري وهيدافع عننا على قدنا، احنا على قدنا، وجيش الرئيس مخصصه للجمبري والمكرونه، انت هاتوا الجيش المخصصه للقتال والجهاد وجهد، يلا ورونا. فخلي بالك منتبه، قناه الحدث، قناه العربيه، قناه الجزيره كلها قنوات تابعه للمخطط العبري، كلها تابعه للمخطط العبري. الجزيره بتنطلق من قطر، خدوا فلسطين في قطر. العربيه والحدث من المملكه، اتفضل خد هي المملكه فاضيه خالص، فاضيه تماما. انت بيغرك لما بتروح مكه والمدينه، وانت لو توغلت في المدينه تلاقي البيوت كلها دورين فاضيه وشاسعه، فاضيه خالص، والبلاد الخارجيه كلها فاضيه. خدوا الناس، فما لا احد يزايد على المصريين في هذه المساله.